نبتدي بأول فيلم ايه اللي هو ايه؟ الكلام على ايه؟ الكلام على ايه؟ الكلام على ايه؟ طبعا عرفه هو اللي اتفرج على الكلام على ايه، واتفرج عليه طبعا في البريمير لان هو ايه بيشارك في ايه الفيلم. آه. فيحكي لنا هو بقى عن انطباعه عن الفيلم ويقول لنا ايه التفاصيل. والله الفيلم فيه روح جديدة. مم. ساندرو كان أول مرة يخرج فيلم روائي طويل هو اللي يخرجه. عامل روح جديدة، وفي 4 قصص مختلفة زي ما انتم شايفين في التريلر وفي البوستر. 4 4 كابلز. كلهم في ليلة جوازهم. بس والرابط ما بينهم هو الشخصية اللي بره الموضوع اللي هو خالد كمال. خالد كمال. مم. والفكرة انه في الناس الآراء مختلفة على انهي القصص المفضلة. آه، كل حد بيشوف قصة معينة او قصتين مفضلين بالنسبة له، والآراء مختلفة جدا. فانت نصيحتي ليك شوفه وقرر انت. بس هو الفيلم انا اعتقد ان هو لازم يبقى بلس 18 عشان هو بالظبط. مش فيلم عائلي، هو فيلم فيه هزار ممكن من هزار الشباب والكلام ده، لان هما هو الكلام يعني في انا موضوع بصراحه ليه حساس جدا. ليه مش عارف هم عاملينه بلس 12. انا شايف ان هو الافضل كان يبقى بلس 18 فعلا. مم. بالظبط، هو الكلام كله على ليلة الجواز، وفي افيهات خارجة يعني شوية. مم. ف ايوه. فكان لازم يتصنف بلس 18 يعني. بس غير كده الفيلم كوميدي، فيلم فيه حاجات هتضحكك جدا. انا بالنسبة لي اكتر قصة عجبتني بتاعت حاتم صلاح وجيهان الشماشنجي، بيمثلوا تحفة فيهم وماسكين كاركترات، اوكي. وفي ضحك ودراما وكل حاجة فيها. بعدهم بتاعة مصطفى غريب و نسيت اسمها. دنيا. دنيا سامي. دنيا سامي. دنيا سامي. دنيا سامي كاريزمتها رائعة، جميلة. والكيمستري مع مصطفى غريب تحفة. وعجبني برضو القصتين التانيين بتاعة أحمد حاتم وآية سماحة، وبتاعة الفنان سيد رجب والفنانة انتصار. آه، أحمد لا حاتم يعني اللي طالع هيشوف دمه خفيف. الفيلم اعتقد انت في انهي قصة. انا في قصه سيد رجب وانتصار. وانتصار صح، اه ايوه صح، لان المفروض بيكلم صاحبه ده راجل كبير اه تقريبا، صح؟ اه انا استنتجت كده. ايوه اه تمام. ايوه. ف انا عامه المشهد بتاعي قبل الفاصل على طول، قبل ما تطلع بريك. قبل بريك السينمات يا اه جماعة انتظروا المشهد بتاعها. تمام. اوكي. عايز اقول لك ان بس انا بتبسط جدا، او يعني مؤخرا انت هتلاقي في فيلم برشامة برضو اللي احنا شفناه مع بعض. اه لما بيبقى في فيلم مؤخرا فيه حاتم صلاح ومصطفى غريب بي... بيشيلوا جامد بيشيلوا كوميديا جامد. الفيلم بصراحة يعني. بالظبط. طب اوكي، كلمنا بقى وعلى فكره فنيا على عن فكره الفيلم. يعني ع- التمثيل، على الاخراج، فكره حاتم صلاح ومصطفى غريب اول ما طلعوا كانوا في الكبير، وبعد كده علوا على اللي هم عملوه في الكبير. يعني هم قوي. كانوا لزاز جدا في الكبير، بس بعد كده علوا على ده كمان. تطوروا جدا جدا، ومصطفى غريب بالذات يعني. اه. وحاتم صلاح بصراحه يمثل اي دور، يمثل دراما، طبعا يمثل طبعا. كوميدي، يمثل اي دور. فنيا الفيلم فوق المتوسط بالنسبه لي. مم. في تمثيل حلو. في ناس بتقول ان الافيهات اللي هي فيها ايحاءات او كده بتبقى استسهال، بس انا شايف ان هي كانت لذيذه في معظم الاوقات. لانه اصل هتجيب منين؟ ما ده موضوع الفيلم، هو موضوع فغصب الفيلم عنك كده، هتقفل على موضوع الفيلم. والربط ما بين الموضوع كله لذيذ، والقطعات والريتم بتاع الفيلم هايل. مم. ما عدا بصراحه اخر ربع ساعه انا حسيت بملل انت شويه. حكيت لي وقلت لي ان اه الجزء الاخير من الفيلم مريح شويه. اه. مم. بس عشان هو كان فيه اللي هو الرساله بتاعت الفيلم وما اعرفش ايه وكده. مم. في ناس كانت ممكن تقول لك انا ممكن الفيلم ده اعمله من غير رساله اصلا، ويبقى هو ال4 قصص دول وكده، مم. مش لازم اعمل رساله. وفي حسب اختيار المخرج والمؤلف يعني، فهم بالظبط. قرروا انه يبقى فيه رساله. اعتقد لانه برضه فيلم مصري لازم يبقى يتحط فيه رساله كده. اه يعني لو فيلم اجنبي هيتقفل بالطريقه وبالكوميديا اللي على الاربع حواديت وخلاص. وخلاص. لكن برضه عشان في مصر هنا يقول لك انت بتتكلم عن موضوع زي كده، وطب ايه رساله؟ طب انتوا اه عايزين تقولوا ايه؟ طب مش عارف ايه، فلازم برضه امم نحطها لعامه الناس كده كرساله ايوه. واضحه صريحه. فاهم ازاي؟ وعلى العموم هو الفيلم الكوميدي الوحيد اللي في العيد، وعلى فكره جايب ايرادات عاليه قوي في السعوديه. انت كنت بعت لي اه. متصدر الايرادات ايوه ايوه في صحيح السعوديه. صحيح. فهو نجح اوريدي، نجح هو ناجح نجاح باللي هو كبير. عمله في السعوديه وعمله هنا اوريدي نجح. بس عايزين تشوفوه في السينما، عايزين تستنوه لما ينزل على منصه. بس ينصح ان هو تشوفه مع صحابك كده يعني.
يعني بس مش ما يُفضّلش أوي مع العائلة يعني، اه عشان هو فيلم مش للعائلة يعني. وطبعًا أول فيلم بيظهر فيه نجمنا السينمائي محمد عرفة، ايوه. فعايزين نقول له إيه، مبروك بقى على الفيلم إن شاء الله وعقبال ميرسي أفلام ميرسي كتير. ميرسي. ماشي.